ازيكم يا جماعه؟ من 4 5 شهور كده كنا نزلنا حلقه كده، قلنا هنعمل سلسله اسمها من على باب السيما، بنتكلم فيها عن الناس اللي شغاله ورا الكاميرا ونديهم حقهم والكلام ده كله. كنا ساعتها عملنا حلقه كامله عن المخرج، واتكلمنا هو ليه رقم واحد في العمل بتاعه، اذا كان فيلم او مسلسل او مسرحيه او ايا كان، وازاي الوظيفه دي بدات والكلام ده كله. النهارده هي الحلقه الثانيه، وهنحاول بعد كده ان احنا نثبت السلسله دي، ما نخليهاش تتاخر قوي كده يعني. الحلقه دي بقى هنتكلم فيها عن مساعد المخرج، ايه هي وظايفه. مثلا كان المخرج بقى بيعمل كل الحاجات دي، طب المساعد بتاعه بيشيل عنه ايه؟ ليه هو مهم في العمل؟ ازاي في حاجات كتير جدا في العمل ما تمشيش غير بمساعد المخرج؟ ازاي هو بيودي رؤية المخرج لباقي الطاقم اللي موجود؟ كل الكلام ده بقى اللي هنناقشه مع بعض في الحلقة. لو عجبتكم الحلقات دي بقولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي برضو عايزين نتكلم عن مين من الناس اللي ورا الكاميرا في الحلقات اللي جايه. وما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب على القناة التانية جول اف ام، هتلاقيها موجودة تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا. مساعد المخرج او الاسيستنت دايركتور او الفيرست اي دي، اللي اختصار اسيستنت دايركتور يعني، ده اختصاره فيرست اي دي. المهم هو مسؤول عن السوقيات اللي بتبقى موجوده اثناء العمل على الفيلم او البرنامج او الاعلان اللي بيتم العمل عليه. والمفروض ان هو بيشتغل كوسيط ما بين المخرج والمسؤولين عن قطاعات الانتاج وطاقم العمل. يعني هو المسؤول عن مساعده المخرج عن اتمام الشغل بتاعه، مش التفاوض، مش ابداء الاراء او النقاش. الحاجات دي ممكن تكون بتتعمل بشكل اسطوري، بشكل بيننا وبين بعض يعني. مساعد المخرج عنده وجهه نظر، يميل على ودن المخرج، بقول لك يا مرياسه كده الكلمتين دول. انما الوظيفه الاساسيه بتاعته ان هو يظبط العمل، يخلص المهام بتاعه المخرج، يخليها على احسن وجه، يوصل زي ما قلنا وسيط، يوصل رؤيه المخرج للطاقم وللانتاج وللكلام ده كله. بالمناسبه في المشاريع الكبيره ممكن يكون في اكتر من مخرج مساعد، ممكن يكون في 2، مساعد مخرج اول ومساعد مخرج تاني. مساعد المخرج التاني بيبقى شغال اكتر تحت اشراف مساعد المخرج الاول، ممكن يكون شغال على مهام هما الاثنين مع بعض، وممكن يبقى هو شغال على مهام لوحده. بس المتعارف عليه ان مساعد المخرج التاني بيبقى مهتم اكتر بضبط ممثلين الكومبارس او اللي بيتسموا الباك جراوند، والمفروض انه يبقى شغال على الموضوع ده بشكل منفصل. وفي مشاريع اكبر ممكن تحتاج مساعد مخرج ثالث ورابع والكلام ده كله، عشان يقدروا يسيطروا على كميه المهام اللي مطلوبه منهم. بس دي حاجه بتبقى متوقفه على المشروع. طب ايه هي بقى المهام اللي المفروض تكون مطلوبه من مساعد المخرج، اللي ممكن تبقى كتير في احتاج 1 و2 و3 و4؟ ده اللي بقى اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وده المهم. مساعد المخرج الاول بيضمن ان توصل لجميع فرق العمل جداول الدوام ومواعيد التصوير، والاوقات اللي المفروض يصوروا فيها، والاوقات اللي المفروض يكونوا موجودين فيها قبل التصوير، والاماكن، وكل الكلام ده بيحصل في يعني اي حاجه بتحصل في قلب سير العمل. المفروض ان مساعد المخرج بيعمل لها جدول وبيوديها لكل فرق الانتاج، لكل الممثلين، لكل الناس. وكل ده بيحصل في عمليه ما قبل الانتاج او اللي بتتسمى البري برودكشن. والجداول دي بتتم بنظام ثابت جدا ومتعارف عليه اسمه الكول شيت. هو ظاهر دلوقتي قدامكم على الشاشه، لو حاولت توقفه هتلاقيه ظاهر في كل حاجه، المكان، مواعيد، حتى الاستراحه، مواعيد الغداء، مواعيد الفطار، كل حاجه موجوده في قلب الجدول ده، عشان يبقى كل واحد عارف هو وراه ايه وامتى وهكذا والكلام ده كله. برضه من المهام المهمه جدا عند مساعد المخرج انه بيشتغل مع مدير التصوير على حاجه اسمها الستوري بورد. هم اللي بيعملوا الستوري بورد. ايه الستوري بورد دي؟ قائمة من اللقطات المطلوبة بتتعمل بشكل مبسط، بيتم جدولة للقطات دي وترتيبها والشغل عليها بشكل منظم عشان خاطر تطلع في الآخر لينا بصوره. يعني دي الصوره اللي احنا بنشوفها، هي كانت بتبقى مرسومه في الاول بشكل مبسط جدا على الستوري بورد. وبرضه الستوري بورد ده بيساعد ان وجهه النظر والرؤيه بتاعه المخرج توصل للناس، الطاقم العمل والممثلين اللي شغالين معاه بشكل مبسط وتافه جدا. هنوضحها دلوقتي. بالمناسبه انا قلت بس تافه لان الصوره التافهه اللي انا عاملها الستوري بورد حاجه مهمه جدا زي ما قلنا يعني مثلا هنتخيل مع الاعتذار عن الرسم ان دول 6 مشاهد ورا بعض. اول مشهد احمد ومنى بالنهار واخدين ابنهم يلعبوا في الجنينه، وبعدين بيقرروا يقعدوا ويسيبوا ابنهم يلعب، بيقعدوا بعيد وابنهم بيلعب مع 3 شباب كوره.
وبعدين الواد ده بيختفي، فبيفضلوا يسألوا عليه العيال، وبعدين احمد بيكلم ضابط الشرطة ومنى بتقف تعيط، وبعدين بيلاقوا العيل بيفرحوا وغالبا هيضربوه لما يروحوا عشان غاب، والظابط بيروح. هي دي الفكرة، هي دي فكره الستوري بورد. طبعا انا عاملها بشكل مبسط وشكل بشع جدا، ولو اي مساعد مخرج او مدير تصوير او مخرج او اي حد بيشتغل في المجال شافها يعني هيتعب بصريا جدا. بس هي يعني مبسطه، هي بتبقى بنفس الفكره، بورد عليها وكبيره برضه، ما تبقاش بالحجم ده، بورد بتبقى عليها المشاهد مرصوصه ورا بعض عشان المخرج يوصل عن طريق البورد دي اللي بيعملها مساعد المخرج ومدير التصوير للممثلين الشكل اللي انا عايزه، الصوره اللي انا بتبقى عايزها، المشهد هيبقى مشيانه عامل ازاي. وده اللي ساعتها بيخلي العمل بعد كده يطلع متماسك. المفروض ان الستوري بورد ده واحده من اهم الحاجات اللي بتحصل من ورا الكاميرا. من مهام المخرج زي ما قلنا انه بيحدد ميعاد التصوير، بس هو برضه بيضمن حاجه مهمه، بيضمن ان كل اجراءات التصوير تمشي بشكل مهم. يعني هو مثلا اللي بيحدد الوقت المعين اللي هنصور فيه، والوقت ده على فكره بيتحدد تبع السكريبت. يعني السكريبت ده المشهد ده يتصور بالنهار او في الفجر او ده على اساسه هو ايه، لو الناس هتصور خارج. يعني هو اللي بيحدد الوقت ده، هو اللي بيوفر، بيتاكد من توفير يعني موقع التصوير، وبيتاكد من جاهزيه فريق العمل، بيشرف على الممثلين وطاقم العمل، وبيتتبع ازاي العمل بيمشي بشكل يومي يوم بعد يوم. ولو كان فريق الانتاج محتاج وقت زياده بيتأجل العمل لموعد معين، برضو كله عن طريق مساعد المخرج. وبرضه هو اللي بيبلغ شركه الانتاج بده، بيقول لهم يا جماعه احنا هنأجل بسبب الشيء الفلاني. ودي حاجه مهمه على فكره، انه يخلي دايما مكتب الانتاج على اطلاع باللي بيحصل. لان زي ما قلنا برضه في الحلقه اللي فاتت من على باب السيما ان في مشاكل دايما ما بين المخرج والمنتج، وهنتكلم بقى عن المنتج بالتفصيل في الحلقات الجايه وعن ايه هي مهامه بالظبط. بس مساعد المخرج بقى هو حمامه السلام، يعني هو اللي بيروح للانتاج بيتاكد كده ان هم بيلبوا الرؤيه الابداعيه للمخرج، وفي نفس الوقت بيتاكد ان العمل داخل الميزانيه المطلوبه لا زاد، عشان خاطر المنتج ايه ما يجيش يصوت لنا. هي دي النقطه المهمه اللي مساعد المخرج بيتحسوا بيوازن بيها العمليه ما بين المخرج والمساعد المخرج. يعني ممكن ما نقول شبه وظائف كتير جوه عالم الفن، ممكن ما تحتاجش شهاده معينه او حاجه معينه، بس اكيد بيبقى مفيد ان انت تدرس لها جوه معاهد او كليات السينما، عشان الموضوع ده هتبقى فاهم بعد كده حاجات كتير من اللي جوه الوسط، هتتعلم بقى الكلام ده كله. وما زالت حتى الوظيفه دي رغم ان مهمشه، ممكن مهمله جدا وسط على الاقل الناس. يعني ممكن ما تبقاش فاكر مثلا العمل الفلاني المخرج مساعد المخرج بتاعه ايه، بس انت اكيد هتبقى فاكر مين المخرج بتاعه لو انت بتحبه. يعني قليل قوي لما بتبقى عارف ان ده مساعد المخرج، لو ساعات ما بتبقى عارف عشان مثلا ايه اللي هو ده الفيلم ده اللي لما مش عارف كان مين المخرج الفشيخ دلوقتي، لما كان بيتعلم من 10 سنين كان شغال مساعد مخرج فيه. الممثل الحالي ده يا اما كان نفسه يبقى مخرج كان شغال مساعد، تعرفه من دي. بس في الحقيقه هو ليه وظايف ومهام مهمه جدا. يعني كفايه موضوع الستوري بورد، كفايه موضوع التنسيق اللي بيحصل ما بين مكاتب الانتاج والمنتج والمخرج والكلام ده كله، تظبيط كل حاجه لها علاقه بالعمل. في مساعد المخرج هو اكيد واحد من اهم الناس اللي ورا الكاميرا، وعشان كده قلنا نتكلم عنه النهارده ونديله حقه ايا كان مين اللي بيقف مساعد مخرج. لان اغلب زي ما قلنا تقريبا كل او اغلب المخرجين اللي احنا عارفينهم كلهم قعدوا مكان مساعد المخرج، كلهم اشتغلوا في ده، وده اللي بعد كده بيديهم خبره ان هم يكونوا فعلا مخرجين تقال. بنوجه شكر لكل واحد مساعد مخرج على المجهود اللي بيعمله عشان نشوف الاعمال. وشكرا لو تابعتوني لحد هنا، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وعايزكم في الكومنتات تقولوا لي رايكم في الحلقه، تقولوا عايزين نتكلم عن مين في الحلقات الجايه. انا بفكر نتكلم عن المنتج، يعني خدنا المخرج مساعد المخرج، او نتكلم بقى عن المنتج بقى والحاجات السبايسي والخناقات اللي بينهم المخرج وتاريخ الوظيفه دي والكلام ده كله يعني. بس عايز اعرف من رايكم، زي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناه الثانيه رول اف ام